فضيحة بجلاجل لكروان مشاكل. على فكرة دي مش مطلع أغنية، لأ دي فضيحة حقيقية ل للمطرب اللي شايف نفسه مطرب كروان مشاكل. بصراحة يا جماعة الفيديو ده مش للتشهير ولا للتنمر، بس ده لازم نسلط الضوء على بعض عينات موجودة في المجتمع، علشان مش بنبرزها، لأ علشان نقضي عليها. ومنهم كروان مشاكل. كروان مشاكل طالع مطرب شايف نفسه. طلعت ليه فضيحة مؤخرا مع واحدة بشكل بصراحة أسفة في المنظر، بس لازم نقول التفاصيل القضية بالظبط. طبعا هي بيقولوا عليها اسمها مذيعة إنجي، أنا عمري ما شفتها ولا أعرفها بحق الله يعني. أكيد واحدة هتبقى يعني مجهولة أو غير مشهورة زي كراون مشاكل. في ناس طبعا قدموا ضدهم بلاغ، والبلاغ ده هيتحول قضية، خصوصا بعد الفيديو اللي اتعرض لكروان مشاكل والمذيعة انجي في المطبخ في شقة. وطبعا زي ما انتم شايفين ان هو سلط ملط كده وهي بالمنظر وطبعا فيديو اسفة بيعتبر فيديو جنسي. قررت جهات التحقيق استدعاء التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة انجي لسماع اقوالهم بعد البلاغ المقدم ضدهم هما الاتنين، بعد اتهامهم بنشر الفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري من خلال الفيديوهات اللي بينشرها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي. أجمل وأحلى تحية أجمل قضية، وأتمنى فعلا ياخدوا عقاب رادع هما الاتنين، علشان كل حد بيعمل زيهم فيديوهات اللي هما مليانين على التيك توك ومواقع تانية يخافوا ويرتدعوا ويبقى مصيرهم زي كروان مشاكل والمذيعة انجي. التحقيق مع كروان مشاكل. المحامي سامح القناوي قدم بلاغ للنائب العام ضد التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة انجي، وقال في بلاغه ان الثنائي بيقدموا محتوى اباحي من خلال قناتهم على منصات التواصل الاجتماعي، واغلب الفيديوهات موجودة على التيك توك فعلا، والقناة بتحرض على الفجور والفسق وبتقدم محتوى لراغبي المتعة الحرام بجانب الكلمات الإباحية وحركات جنسية أمام الكاميرات. وأسفة على كل ما جاء في البلاغ، لأن هو ده كان مضمون البلاغ. المحامي سامح القناوي أضاف في بلاغه الكتير كمان مستند المواقع اللي تم فيها نشر الفيديوهات دي، وجاب مقاطع من الفيديوهات اللي بتدعم كلامه، واللي موجود فيها الثنائي كروان وإنجي مع بعضهم. ومن المقرر ان المحتوى ده يخضع للمساءلة القانونية بسبب مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018 اللي بيوجد فيه مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبعد الفيديوهات المثيرة جنسيا واللي بيقدمها الثنائي كروان وإنجي والحركات الجسدية الإباحية اللي هو طلع في المناظر المقززة الموجودة على قناتهم، ده بيدل على مخالفتهم للمادتين 25 و 26 في نفس القانون. وطبعا قبل كده كان كروان مشاكل طلع هو بيحب يثير الجدل وكل حاجه، يقول ده الناس بتحب تشتهر على حسابي وتعمل عليا ترند عشان هو شايف ان هو مشهور جدا، فبناء على كده ان الناس لما يتكلموا عنه فبيعملوا ترند، فطبعا هو شايف نفسه فوق مستوى اي حد يعني. طبعا قبل كده طلع مع واحدة برضو كانت أكبر منه بكتير، وكان بيقول مراتي ومش مراتي، وهي قالت لأ مش مراته. اللقاء موجود على فكرة يا جماعة على اليوتيوب، ممكن تتفرجوا عليه. وبعد كده قال لأ مراتي كل شوية، وبعد كده قالت لأ احنا بنعمل كده كشهرة بس ونجذب الناس، وهو أنا مش متجوزة ولا حاجة. بصراحة منتهى الاستخفاف بعقول الناس، منتهى بصراحة أنا أسفة، منتهى قلة الأدب اللي بتحصل. يعني إيه يستخفوا بعقول الناس؟ هي تقول مراته لا مش مراتي، مراتي لا مش مراته. وكل ده بيضحكوا على الناس علشان يجيبوا مشاهدات وترند. طبعا وهي دي اللي كانت موجودة في الصور اللي قالوا عليها قبل كده. تمام. طيب ايه بقى العقوبة المتوقعة على كروان مشاكل؟ في البلاغ موجود فيه الحركات والكلمات الجسدية الإباحية اللي بتتخطى قيم ومبادئ المجتمع المصري وبتهدد أفعاله وإخلال في النظام العام، ومخالفات قانونية حيث جاء في نص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 10 والمادة 1 والمادة 14 لسنة 61 بيقوم بمكافحة الدعارة.
ويعاقب صاحب تلك الأفعال للسجن لمدة تتراوح من 6 شهور وأكتر كمان، وبجانب غرامة مالية لا تتخطى 50,000 جنيه ولا تتخطى 100,000 جنيه. ماشي. طيب ايه بقى المذيعة دي اللي انا عمري ما سمعت عنها، هي مذيعة اسمها انجي حمادة. طيب انتشرت الفيديوهات المخلة بين المذيعة انجي حمادة والتيك توكر كروان، اللي هو مسمي نفسه كروان، على فكرة هو مش اسمه الحقيقي، على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان من اشهرها الفيديو اللي انا قلت لكم عليه، الفيديو المطبخ اللي هم واقفين فيه في المطبخ، اللي انا هجيب لكم او جبت لكم في اول الفيديو صور ليه هم واقفين. وما حبيتش ان انا اجيب الفيديو كامل علشان يا جماعة يعني بحرص كل الحرص ان انا ما اخدش الحياء العام. واحتوت الفيديوهات اللي هم عملوها على محتوى خادش للآداب والحياء العام، مما أثار غضب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي. طيب ايه بقى المشكلة ان هما انجي وكروان ظهروا في فيديو داخل المطبخ في مشاهد غير اخلاقية بتتنافى مع تقاليد المجتمع المصري، حيث ظهروا فيه بملابس عارية زي ما انتوا شفتوا، وهو مما اثار غضب متابعيهم لخدشهم للحياء العام. وكمان في نفس اللحظة او في نفس الفيديو ان هي بنفس اللبس ظهرت مع صديق ليهم تاني اسمه بطاطا، يعني لدرجة واحد كان بيتكلم وبيقلس وبيقول هل هي تبع بطاطا ولا تبع كروان ولا صديقة الطلبة. فليه كل ده؟ ليه القرف اللي احنا بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي ده؟ يعني لما طفل ولا اي حد بيشوفه كده وبيسألوا ايه ده، الناس يقولوا لهم ايه؟ ليه بتأذوا عيون الناس بالمنظر ده؟ فين اخلاقنا يا جماعة؟ قرروا مشاغل وإنجي حمادة تصدروا الترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات ليهم، وطالب الجمهور كلهم ان هو لازم يتحاسبوا هما الاتنين. ومن جانبه الأستاذ المحامي أشرف فرحات قدم بلاغ ضد التيك توكر كروان وسيدة تدعى إنجي حمادة، بيتهمهم فيه بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام. ومن أشهرها فيديو المطبخ اللي هو أثار غضب الجميع. والبلاغ طبعا كان متضمن عدد من مقاطع الفيديو اللي اتنشرت على القناة، وقال إن هي ده بيوضح طبيعة المحتوى اللي بيقدمه القناة، اللي بيعرضهم للمساءلة القانونية لمخالفتهم لنصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للمخالفة الصريحة لنص المادتين 25 و 26 من القانون ذاته. ومن جانبهم أمرت جهات التحقيق باستدعائهم هما الاثنين لسماع أقوالهم إنجي وكروان في البلاغ المقدم ضدهم لاتهامهم بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام. وطبعا ده المنظر، وكان مناظر مقرفة جدا وهم بيرقصوا وفي المطبخ وهو عاري وهي شبه عارية. فيا جماعة أتمنى إن هو يتحاسبوا ويبقى حساب أكبر من كده كمان، علشان كل العينات اللي زيهم يخافوا ويتعظوا إن ممكن يتحاسبوا زي كروان مشاكل. عمر الشهرة ما هيبقى فيه هتمنعه من المحاسبة، أو هتبقى حماية ليه من المحاسبة. لا، لان هو كل حاجه يقول لا ده انا مشهور، انت بتعرفنيش ولا ايه، عامل زي كده ايه. يعني لا، المشكله يا جماعه يعني مش هقول زي حمو بيكا ولا حاجه وشايف نفسه قوي قوي. كرون مشاكل ان انا مش بتنمر عليه والله، ده بشهاده الناس، هو حاطط نفسه في موضع التنمر او موضع الناس تتكلم عليه. ليه؟ لان كل الحروب بتاعته بايظه، فازاي ان الحروب بتاعته بايظه وبيغني؟ والمشكلة ان هو شايف ان هو مقتنع انه صوته حلو 1,000,000%. فطب ليه انا بزعل لما حد بيتنمر على حد او حد بيتكلم عليه وبيقلسوا عليه؟ بس انت اللي حطيت في موضع الناس تقلس عليك وتضحك عليك. طب ليه؟ فانت ازاي؟ وغير كده وكده انت خطيت مرحلة دي والغنى ومسمي نفسك كروان، فبناء على ايه؟ انت ممكن تقعد كده تكرون مع نفسك في شقتك في اوضتك في اي حاجة وبابك مقفول عليك، مش تطلع قدام الناس وتعمل كده. والمشكلة ان هي كمان ان هو على مواقع التواصل الاجتماعي بيبقى مشهور جدا، ولما يخش مع اي جست في ناس بيدعموه وليه داعمين وبيرموله أسود وحاجات.
فيا جماعة مش كده والله العظيم بجد يعني. ربنا يهديه، ربنا يصلح الحال. لازم الحاجات دي اللي هي الخادشة للحياء العام ولمبادئنا وأخلاقنا إن هي تختفي تمامًا وتعاقبه أشد عقاب، هو وكل النماذج اللي زيه. ده آخر أخبار، وطبعًا لو في جديد أنا حابة أنشره. في ناس هيقولوا لي زي ما لمّا كنت باعرض أي قضية، أنتِ بتعرضي وبتفضحي وممكن ناس بتدعي عليَّ عشان باعمل كده. يا جماعة لمّا يبقى في أي فساد لازم إن إحنا ما نخبيهوش. ده مش إن أنا باشهّر بحد لأ، ولا بافضح حد طبعًا لأ. أنا ده معناه إن أنا بنسلّط عليه الضوء أنا أو غيري، حتى لو أنا يعني مش مشهورة زي غيري، أنا أو غيري بنسلّط عليه الضوء علشان نقضي على الحاجات دي أو يرتدعوا. ف فأتمنى ما حدش ييجي يقول لي لأ أنتِ بتشهّري، أنتِ بتفضحي، أنتِ بتساعدي الناس تتفضح، لأ طبعًا. فأتمنى المعلومة تكون وصلت. هنتابع الموضوع أول بأول، وربنا يهدي ويصلح حال الجميع.